بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم البنات، إن شاء الله تكونوا لاباس مهنيين وفي تمام الصحة والعافية. بعد مدة طويلة جدا من الغياب، اليوم إن شاء الله رجعت لكم بهذه المكتبة المتنوعة من الكتب اللي نهديها لكل التلاميذ والطلبة اللي راهم على أبواب التخرج، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق في كل مسيرتهم الدراسية. راح نشارك معكم الكيكة بكل تفاصيلها، من المونتاج للتغليف بغناش التغليف وطريقة تشكيل كل هذه الأشكال اللي كنت زينت بهم. وبالنسبة لطريقة تشكيل هذا الورود، إذا حبيتوا ندير لكم الطريقة المفصلة خليوا لي في التعليقات، وراح ندير لكم فيديو تفصيلي وطريقة تشكيلهم من عجينة الجامباست اللي كنا خدمناها مع بعض في فيديوهات سابقة. بلا ما نطول عليكم نروح مباشرة للطريقة ونبداو على بركة الله. نبدأ بسم الله بالمونتاج، وهنا عندي 6 طبقات من الجنواز بقطر 16 سنتيمتر. كنت طيبت جنواز ألين كوستا ب8 حبات بيض في صينية اللي فيها 40 على 60 سنتيمتر. خليتها حتى بردت تماما، بعد قطعتها بهذا السرسول اللي عنده في القطر 16 سنتيمتر. الوصفة شاركتها معكم في فيديو سابق وراح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. بالنسبة للكريمات، هنا عندي غناش الشوكولا البيضاء، ضفت له كمية من نكهة الكيندر بوينو وخلطتهم مليح، ومن بعد خليته برد شوية وحطيتهم في هذه لابوش. هنا عندي موس الشوكولا، درت شوكولا خليط بين الشوكولا الداكنة والشوكولا بالحليب. وهنا عندي غناش مونتي للشوكولا البيضاء. وهنا عندي الطبقة المقرمشة اللي كنت درتها فيوتين ومكسرات وطميتها بالشوكولا البيضاء. الوصفات كلهم شاركتهم معكم في عدة فيديوهات سابقة، وراح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هنا عندي هذا الكرتون اللي خاص بالحلويات، كنت قطعته بنفس قطر السرسول اللي هو 16 سنتيمتر. راح نحط كمية من الكريمة بما يتحرك ليش، ومن بعد نبدا مباشرة ندير المونتاج في هذا السرسول. وهنا راح نزيد نحط لداخل هذا البلاستيك الشفاف ولا البابي جيتار، يتباع عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات ولا عند اللي يبيعوا لوازم الادوات المدرسيه. راح نحطهم هكذا ونبدا مباشره ندير المونتاج، وراح يسهل عليا العمليه ويجيني المونتاج بزاف هايل. انا هنا نحيت السرسوب، بديت نخدم بلا سرسوب باه تشوفوا فقط واش راني نخدم. انت مباشره تبداي تخدمي في السرسوب. انا حطيت الطبقه الاولى من الجنواز، ودائما نحط الجهه اللي طابت عليها هي للتحت، ومن بعد نشربها مليح بالسيرو. ومن بعد راح ندير بوده من الغناش الشوكولا بنكهه الكيندر بوينو ساير داير على الكيكه. ومن بعد للحشو بالنسبه للطبقه الاولى راح ندير موس الشوكولا بهذا الشكل. نعمرها هكذا، نحاول نسوي الطبقة مليح، ومن بعد ندير كمية من الطبقة المقرمشة ولا الكروكون هكذا. نحاول نعمر مليح باه تجيني الكيكة بنينة. نسوي هكذا الطبقة مليح، ومن بعد مباشرة نحط الطبقة الثانية. بالنسبة للطبقة الثانية راح نحط الجهة اللي طبت عليها هي للفوق، بهذا الشكل راح تتشرب لي أحسن. ودائما نشربوا الكيكه بشكل معقول، ما نشربوهاش بالزياده حتى تولي تطلق الماء، وما نخليوهاش ناشفه. ومن بعد راح ندير بوده من غناش الشوكولا البيضاء بنكهه الكيندر بوينو. كما تشوفوا هنا الغناش راه برد لي بزاف، كان الحال بزاف بارد. انا كنت درتها في شهر فيفري الله اعلم. ومن بعد درت هنا طبقه من الغناش مونتي للشوكولا البيضاء، ومن بعد نسوي الطبقه، ومن بعد نحط فوقها كميه من الكروكون. ودائما حاولي تكوني كريمه في طبقه الكروكون باه تجيك الكيكه بنينه. هنا انا درت البلاستيك الشفاف، ومن بعد حطيت السارسو ونكمل الطبقات. وكما تشوفوا هنا خذيت هذا المغرف نعوجها بهذا الشكل ونبدا نخدم بها. انتي من البدايه تبداي هكذا تخدمي داخل السرسو، انا فقط حبيت تشوفوا واش راني ندير. بعد ما سويت الطبقه راح نحط مباشره طبقه الجنواز، ودائما الجهه اللي طبت عليها هي نحطوها للفوق. نشربها بكميه معقوله من السيرو.
ومن بعد ندير بودة من غناش الشوكولا البيضاء بنكهة الكيندر بوينو، ولا الحشو درت موس الشوكولا. ومن بعد بهذيك المغرف اللي عوجتها راح نسوي الطبقة كما تشوفوا، راح تسهل بزاف عليك العملية. ومن بعد ندير كمية مليحة من الكروكون بهذا الشكل، نزيد نسويه مليح وما نخليش الكروكون يجيني على حواف الكيكة. فمن بعد التغليف يجيني سهل. ومن بعد دايما نحط طبقة من الجنواز نشربها بالسيرو. ومن بعد ندير بودة من غناش الشوكولا البيضاء بنكهة الكيندر بوينو، وللحشو هذا المرة درت غناش مونتي للشوكولا البيضاء نسويها. وكما تشوفوا المغرف هنا كي نعوجها راح تساعدني بزاف. نحط كمية من الكروكون بهذا الشكل، ودائما ما نخليش كما قلت لكم يكون لي على الحواف. نسوي الطبقة مليح ومن بعد نحط الجنواز ونكمل بهذه الطريقة حتى نكمل كل الطبقات. ندير طبقة بحشوة الموس الشوكولا وطبقة بحشوة الغناش مونتي للشوكولا البيضاء، ودائما في كل طبقة نحط كمية لا بأس بها من الكروكو حتى نكمل الست طبقات. وبالنسبة للطبقة الأخيرة دائما يفضل أنك تشربيها قبل ما تحطيها. راح نشربها مليح هكذا على الطبقة اللي طابت عليها، ومن بعد راح نحطها بهذا الشكل، نسويها هكذا مليح، نغطيها ببلاستيك غذائي وندخلها للفريجيدار على الأقل 6 ساعات. أنا دائما نفضل نخليها ليلة كاملة. نروح مباشرة لتحضير غناش التغليف اللي دائما تسقسوني على نوعية المواد اللي نستعملها. بالنسبة للشوكولا هذه النوعية اللي نستعملها دائما، وبالنسبة للكريمة في هذه الفترة هذه النوعية اللي نستعملها، وفيها 35% من المادة الدسمة، وراح تعطيك نتيجة هايلة وسعرها معقول. هنا بالنسبة للقاعدة اللي نطبقوها على الشوكولا الداكنة، دايما ناخذ كمية الشوكولا الداكنة نقسموها على 2، راح نتحصلوا على كمية الكريم فريش اللازمة ليها، واللي لازم تكون نسبة الدسم فيها أكبر من 30%. أنا كما قلت لكم درت كريمة فيها نسبة دسم 35%. هنا عندي 250 مليلتر من الكريم فريش، راح نحطها هكذا في بول، ومن بعد مباشرة راح نحط عليها كمية الشوكولا اللي هي 500 غرام. هذه الكمية راح تكفيك سوا لهذا الكيكة اللي عندها في القطر 16 سنتيمتر. نكمل نقطع كل كمية الشوكولا بهذا الشكل، ومن بعد مباشرة نحطهم فوق الحمام المائي ولا ندخلهم للميكرووند حتى يذوبوا تماما. هكذا أنا كملت 5 علب من الشوكولا، في كل علبة 100 غرام، في المجموع درت 500 غرام من الشوكولا الداكنة. بعد ما ذابت تماما هذا القوام اللي نتحصلوا عليه كما تشوفوا، راح نزيد ناخذ البراميكسور ونبدا نخلطهم مليح حتى نتحصل على غناش لامع وقوامه بزاف هايل. وهذا ما شاء الله القوام اللي نتحصلوا عليه. نغلفوها ببلاستيك غذائي لامس السطح ونخليوها بحرارة الغرفة. أنا عندي الكيكة بعد ما خليتها في الفريجيدار ليلة كاملة، راح نحي السرسوب بكل سهولة، ومن بعد راح نزيد نحي هذا البلاستيك الشفاف، وراح تحصل على نتيجة بزاف هايلة والكيكة تكون مستوية من البداية. للتغليف راح ندير هاد لي ديسك اكريليك اللي لازم يكون قطرها زايد 1 سنتيمتر على قطر الكيكه. انا عندي الكيكه قطرها 16 سنتيمتر، خذيت هاد لي ديسك اللي عندهم في القطر 17 سنتيمتر. بالنسبه للديسك اللي نحطه لتحت ما نغلفوش، لانه الكيكه كاين عندي كرتون خاص بالحلويات من تحت ما راحش تلصق فيه. وبالنسبه للديسك اللي نحطه الفوق راح نغلفه مليح بالبلاستيك الشفاف. ومن بعد نبدا مباشرة في طريقة التغليف. أنا عندي القناش بعد ما ولات بحرارة الغرفة، راح نحط طبقة اللي تجي من الفوق، من بعد راح ناخذ الديسك اللي كنت غلفته بالبلاستيك الشفاف ونحاول هكذا ندير عليه فوقه طبقة خفيفة بهذا الشكل. هكذا نسوي الطبقة هكذا مليح، ومن بعد مباشرة راح نحطه فوق الكيكة بهذه الطريقة. طريقة التغليف بقناش التغليف شاركتها معاكم في عدة فيديوهات سابقة، وراح نخلي لكم الكيكات اللي كنا درناهم مع بعض في صندوق الوصف.
نبقى هكذا نسوي في الديسك اللي يجي من الفوق مع الديسك اللي يجي من التحت، ومن بعد راح ناخذ هذا النيفو ونبدا نسوي في الديسك باه تجيني الكيكه مستويه وما تجينيش معوجه بهذا الشكل. نسوي هكذا الديسك اللي يجي من تحت مع اللي يجي من الفوق، ومن بعد ناخذ هذا النيفو ونشوف استواء الكيكه. كي نصيب هذيك الكيكه تجيني معوجه من جهه، راح نضغط فقط هكذا على الديسك حتى نسويه مليح ونتاكد انه الكيكه مستويه من كل جهات. ومن بعد راح ندخلها للفريجيدار حوالي 10 دقائق فقط حتى يتماسك هذاك الكاناش ويتماسك لي الديسك مليح، ومن بعد نبدا مباشره في التغليف. بالنسبه للتغليف بالكاناش انا دائما نفضل هذه الطريقه، تبداي تغلفي بهذا الشكل، تاخذي كميه من الكاناش هكذا في سباتول ونبدا نعمر في الكاناش من التحت للفوق بالشكل موضح في الفيديو، ونسوي هكذا بالليسور. ومن بعد نزيد نعمر الجهه اللي سوا معها حتى نكمل نعمر كل الكيكه ونسويها بهذا الشكل. هنا كملت غلفت كل الكيكه، نحاول هكذا نسويها، ومن بعد نبدا نشوف الفراغات اللي يبانوا لي، نبقى نعمرهم بالكاناش حتى نكمل. اذا كانت عندك شويه سخانه يمكن في هذه المرحله تعاودي تدخليها للفريجيدار غير تبدا تتماسك وتعاودي تخرجيها وتكملي تليسي الكيكه. انا هنا بعد ما كملت التسويه تاع الكيكه دخلتها للفريجيدار حتى تماسكت مليح، وهنا راح نزيدو نسويوها مليح. راح ناخذ هكذا الليسور نسخنه مليح بالشاليمو، ومن بعد نجوز على الكيكه وندير دوره كامله حتى تسوى لي مليح ونوصل للنتيجه اللي نرضى عليها. بعد ما نكمل راح نحطها في الفريجيدار حتى نتاكد انه الكاناش برد مليح، ومن بعد نعاود نخرجها. ناخذ هكذا الكيتور ولا موس رقيق، نحي الديسك اللي يجي من الفوق، ومن بعد نحي البلاستيك. وكما تشوفوا الكيكه مستويه من البدايه، فقط بعض الفراغات نزيد نعمرهم هكا بالكاناش ونسويهم مليح. هكذا ناخذ كميه من الكاناش في سباتول ونسويها مليح، ومن بعد بنفس الشكل راح نزيد نسخن هذيك سباتول مليح بالشاليمو، ولا نحطها في الماء يكون يغلي، نمسحها مليح من الماء، ومن بعد راح نجوز على الكيكه وراح تسوى لي بكل سهوله هكذا. ومن بعد نزيد نحي الديسك اللي يجي من التحت، ودائما هكذا بهاد الكيتور ولا بموس يكون رقيق نجوزو هكذا ساير داير على حواف الكيكه، وراح يتنحى لنا الديسك بكل سهوله. راح نعاودو نرجعو الكيكه للفريجيدار ونبداو مباشره نخدمو في اشكال التزيين. انا عندي مجموعه من المستطيلات اللي كنت درتها في الطول زايده حوالي 0.5 سنتيمتر على طول الكيكه. وبالنسبة للعرض نديروه يختلف، كل كتاب راح نديروه بحجم مختلف. هنا عندي مجموعة من عجينة السكر اللي بألوان مختلفة. بعد ما نعجنها مليح نرش سطح العمل بشوية من المايزينا، ومن بعد نحل عجينة السكر بشكل طولي. العرض لازم يكون زايد على المستطيل اللي كنا قطعناه من قبل، وبعد ناخذ هذاك المستطيل نمسحه هكذا بشويه من الغراء الغذائي هكذا نمسحه، ومن بعد مباشره راح نحطه بهذا الشكل فوق العجينه اللي حليتها باللون البنفسجي. نسويها هكذا مليح ونتاكد انها مستويه، ومن بعد راح نقطعوا العجينة الزائدة. بالنسبة لجهة العرض راح نقطعها سوا مع المستطيل الأول، وبالنسبة لجهة الطول راح نخليه حوالي 1 ولا 2 مليمتر زائدة على المستطيل بهذا الشكل. ومن بعد نمسح هكذا بشوية من الغراء الغذائي، ومن بعد هكذا نمسحها من الجهتين، ومن بعد ناخذ هكذا مسطره وندور العجينه البنفسجيه على العجينه الاولى، وبهذا الشكل راح يبان لي باللي الكتاب عنده حجم، لانه كنديري مباشره العجينه ما راحش يبان لك هكذا الكتاب بهذا الشكل. نسوي هكذا مليح، ومن بعد خذيت مسطره درت خطوط بهذا الشكل حتى يتشكل لي شكل الكتاب بهذا الشكل. نكمل كل الكميه وبالوان مختلفه، وكما قلت لكم الطول نديروه مختلف ما يبانوا كتب مختلفه. هنا عندهم في العرض اقل، درت اللون الوردي. نحط العجينه اللي درتها الاولى ولا المستطيل اللي درته الاول فوق المستطيل الوردي، ونبدا نخدم بنفس الطريقه.
دايما بالنسبة لجهة العرض نقطعه سوا مع المستطيل، وبالنسبة لجهة الطول راح نزيد حوالي 1 مليمتر ولا 2 مليمتر على المستطيل الأول. ومن بعد نمسح هكذا بالغراء الغذائي، وبالمسطرة هكذا راح ندور العجينة الوردية على العجينة الرمادية. وإذا كان عندك شوية زوائد تاع العجينة راح نقطعوهم بهذا الشكل هكذا، راح يتقطعوا لنا بكل سهولة هكذا. نسويهم مليح، ومن بعد راح نقلبها على الوجه اللي راح تبان عليه، ونزيدو هكذا بهذا الكرادوار نزيدو نسويوها مليح بهذا الشكل. ومن بعد هنا راح ندير خطوط بالعرض حتى نديرو الكتب تكون مختلفة بهذه الطريقة. نكمل كل الكتب اللي راح نديرهم بنفس الطريقة. أنا عندي باللون الأبيض، ودائما درت هكذا نمسح المستطيل الأول بشوية من الغراء الغذائي نحطه فوق العجينة اللي كنت حليتها بشكل طولي، وفقط دائما ننبه على نقطة لازم تسوي مليح المستطيل قبل ما تقطعي، لأنه كي نحطوه ولا ترفديه راح يجيك معوج، وكان تقطعي مباشرة ومن بعد يجيك الشكل معوج. تبداي من البداية تسويه مليح، بعد ما تتأكدي انك سويتيه مليح راح تقطعي الزوائد. ومن بعد دائما كمية من الغراء الغذائي نمسحوا بها الحواف، وتحاولي هكذا بمسطرة ولا اي أداة نطلعوا هكذا بها العجينة البيضاء، ونحاولوا نضغطوا عليها حتى يجي الكتاب مستوي. إذا كان عندك زوائد من العجينة راح تقطعيها هكذا. وهنا عندي هذه الأداة اللي راح تدير لك خطوط شوية منقطة، زدت درت بها هكذا خطوط حتى نديروا مكتبة متنوعة من الكتب. هنا كملنا الكتب اللي راح نزينوا بها، ونروحوا للخطوة الثانية في تزيين الكيكة. أنا خذيت كيلو غرام من عجينة السكر البيضاء. أنا كما تشوفوا البنات ضفت فقط خطوط بيضاء على بعض الكتب حتى نغير فيهم. راح ناخذ العجينة حتى تسهل لي عجنها، خاصة إذا كان البرد وتجي بزاف ناشفة. راح نقطعوها هكذا المرصوات صغار، ونبداو نعجنو كل مرصو وحده، ومن بعد راح نعجنوهم مع بعضهم بهذا الشكل. راح تتعجن لك بلا ما تعيي فيها بزاف. هنا بعد ما عجنتها مليح راح ناخذ كمية ونبدا نضيف لها عجينة السكر اللي باللون الأسود حتى نتحصل على عجينة باللون الرمادي. خذيت هكذا كمية من العجينة باللون الأسود، وضفت لها كمية من العجينة باللون الأبيض، نعجنها مليح، ومن بعد نبدأ نخلط في اللون الأبيض حتى نتحصل على اللون اللي أنا حبيته. بعد ما تحصلت هكذا على اللون الرمادي راح ناخذ كمية ثانية من عجينة السكر ونخلطها معها حتى نتحصل على لون رخامي. هنا خذيت هذاك اللون الرخامي اللي بالرمادي والأبيض، ضفت له كمية من اللون الأبيض، كمية من اللون الوردي، وكمية من اللون الأسود، ومن بعد نعجنهم هكا مع بعض، وما نعجنهمش حتى يتخلطوا تماما، فقط نخلطهم مع بعضهم حتى نتحصل على لون رخامي فيه عدة ألوان من الأسود الوردي والرمادي والأبيض. وشوفوا ما شاء الله كيفاش نتحصلوا على النتيجة. خذيت منها كمية، ومن بعد رشيت كمية من المايزينا ونحلها بشكل دائري. ومن بعد دائما ناخذ كيتور ولا البرة تكون رقيقة، ونشوف هذوك الفقاعات اللي يتشكلوا لي على عجينة السكر دائما نحيهم، ونزيد هكذا بالكراتوار نسويها مليح ونتأكد انه العجينة مستوية من كل الجهات. ومن بعد خذيت هذا الديسك اللي عنده في القطر 17 سنتيمتر اللي عنده نفس قطر الكيكة، ونقطع دائرة بهذا الشكل هكذا. نحاول نسويها مليح من الجوانب بهذا الكراتوار، ودائما نمسح العجينة بالمايزينا حتى نتأكد انها ما تلصق ليش.
بالنسبة للكيكة غلفتها كلها بزبدة التوريق. ذوبت شوية من زبدة التوريق ومن بعد نمسحها من كل الجهات باه تلصق لي فيها عجينة السكر. واللي عندها الكريسكو يفضل انك تستعملي الكريسكو. ومن بعد حطيت الدائرة تاع عجينة السكر فوق الكيكة ونحاول هكذا بالكراتوار نسويها مليح من كل الجهات. ونعاودوا نرجعوا لهذوك الكتب اللي كنا حضرناهم مع بعض. راح نقلب هكذا الكتاب ونمسحه بالكمية من الغراء الغذائي ومن بعد مباشرة راح نلصقه على الكيكة بهذا الشكل. نحاول دائما بالمسطرة نسويه مليح حتى نتأكد انه مستقيم وراه مستوي باه ما يجيناش الكتب معوجة. ومن بعد راح نكمل نحط باقي الكتب. في كل مرة نحط كتاب نحاول نسويه هكذا مليح ونتأكد انهم على استقامة واحدة بهذا الشكل. ومن بعد راح نزيد نحط الكتاب الثاني. كان تبداي تحطي فقط راح الاول يتعوج مثلا 1 مليمتر، الثاني راح يتعوج اكثر ومن بعد يجيك كل الكتب معوجه هكذا. درت عدة ألوان. أنا زدت درت هذا الكتاب اللي باللون الرمادي، درت هذا اللي باللون البنفسجي، وتبقاي تحطي في الكتب على حساب الألوان اللي راكي تفضليها هكذا. نحاولوا هكذا نلصقوا كل الكتب بهذا الشكل ومن بعد نخليو الكيكه بجيه ونروحوا لكميه عجينه السكر اللي كنا خليناها. نرشوا شويه من المايزين على سطح العمل ومن بعد نبداو نحلو في العجينه بشكل طولي. نحلو هكذا شويه بالعرض ومن بعد نحلوها بالطول بهذا الشكل. ودائما تعاوني روحك بشويه من المايزينا حتى ما تلصقلكش العجينه. وناخذ هكذا كيتور ولا برا تكون رقيقه نحي اي فقاعات يظهروا في العجينه بعد ما تبداي تحلي فيها. ومن بعد راح نقيس الكيكه في الطول. نزيد ناخذ هكذا المحيط ديالها ونزيد نقيس نتاكد انه العجينه راح تكفيني للكيكه هكذا. نحاول هكذا بالكراتوار نسويها مليح ونشوف الجهه اللي تجي مليحه راح نقلبها الجهه الثانيه نشوف اللي الجهه اللي تجيني احسن هي اللي راح نديرها في وجه الكيكه. راح نقطع هكذا شويه العجينه من التحت نزيد نقطعها من الفوق ونتاكد انها راح تكفيني للكيكه بهذا الشكل. نقطعها هكذا دائما بعد ما ناخذ طول الكيكه والمحيط ديالها. هنا زدت مسحتها مليح بالمايزينا ونبدا هكذا ندورها على هاد الحلال وتحاولي تحطي ايدك من التحت باه ما تتعوج لكش. راح نمسح الكيكه هكذا من الفوق بشويه من الماء ولا الغراء الغذائي. نزيد نمسحها بشويه من الماء ولا من الغراء الغذائي من التحت ومن بعد مباشره راح نحط العجينه بهذا الشكل هكذا. بهذا الكراتوار نبدا نسويها ومن بعد نحي هكذا بالكيتور العجينه الزائده وراح نخليها هكذا بشكل عشوائي. انا حبيت نقطعها هكذا بشكل عشوائي حتى يجيني شكلها احسن هكذا. ومن بعد هكذا نبداو نقرصوها كامل الجوانب ونحيو العجينه حتى يجينا الشكل احسن هكذا. تنحي هكذا العجينه وراح تعطينا شكل احسن. ومن الفوق تبداي هكذا بالكراتوار تحاولي تلصقي العجينه مليح ونحيو عجينه السكر الزائده بهذا الشكل. في نفس الوقت راني نسوي فيها وفي نفس الوقت راني نحي العجينه الزائده هكذا حتى نسويها مليح ونتحصل على كيكة مستوية وبحواف حادة من كل الجهات. نزيد هكذا جهة الكتب نسويها مليح. هذه المرحلة راح تاخذ لك شوية وقت صح، راح تعطيك نتيجة بزاف هايلة، فقط اختمي غير بشوية. وبعد خذيت هذه الأداة اللي راح تعطيك كأنه شكل الخياطة فوق الكيكة، درتها ساير داير على الكيكة ودرت 2 خطوط هكذا بهذا الشكل، راح تعطيك منظر بالنسبة للكيكة. هنا زدت قطعت مثلثات لهذا الكتب اللي يجي من الفوق بهذه الطريقة.
وهنا خذيت عجينة السكر باللون الأبيض، حليتها هكذا بشكل شوية رقيق، ومن بعد قطعتها بعرض هذوك الكتب اللي كانوا عندي. من بعد راح ناخذ هكذا الغراء الغذائي ونلصقهم بهذا الشكل. نلصق كل هذوك المثلثات، كل كتاب ولا كل لون من هذه الكتب راح نديروا له مثلث بهذا الشكل، ونحاولوا دائما نسويهم مليح. ومن بعد هنا خذيت أشرطة بنفس لون الكتب، وكل كتاب درت له زوج من الأشرطة. هنا راح نمسح شوية بالغراء الغذائي، نلصق الشريط الأول ونحاول نسويه مليح، ومن بعد نزيد نلصق الشريط الثاني بنفس اللون. هنا راح يبان لي الكتاب واضح أحسن. ومن بعد راح نعاود نلصق الكتاب اللي يجي قدامه بنفس الألوان ديالو هكذا. وهنا كما تشوفوا راه يبانوا الكتب بشكل واضح. دائما نمسحوا شويه من الغراء الغذائي ونلصقوا هذيك الاشرطه اللي يكونوا بنفس لون الكتاب بهذا الشكل، حتى يعطيونا الشكل الاقرب للكتاب. نكمل كل الاشرطه بهذه الطريقه هكذا. هذا الشريط الأخير بالنسبة للكتاب البنفسجي، نسويه مليح. ومن بعد خذيت هذا الأداة وراح نبدأ ندير خطوط في العجينة البيضاء بهذا الشكل، حتى يبان الكتاب قرب إلى الحقيقة، ويبانوا لنا هذاك الخطوط وكأنه أوراق تاع الكتاب بهذا الشكل هكذا. تبدأي فقط تديري خطوط عشوائية بهذه الطريقة حتى نتحصلوا على الشكل الأقرب للكتاب هكذا. شوفوا البنات، هكذا خطوط فقط عشوائية بشكل طولي هكذا، راح يبان الشكل الأقرب للكتاب. نكمل كل الكتب بهذه الطريقة. هنا نعتذر فقط البنات لانه تريسيتي كانت راحت ولات. بالنسبه للكتابه درت هذا المول، وبالنسبه للارقام درت هذا الطوابع اللي راهم متوفرين عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، ولصقتهم كلهم بالغراء الغذائي. وهنا نكملوا التزيين، راح نزينها بهذا الورود ويبقى التزيين اختياري وعلى حساب الرغبه. انا كنت راح نزينها بهذا الورده، صح كي حطيتها هكذا فوق الكيكه جاتني بزاف كبيره. شوفوا البنات هنا كي حطيتها كنت راح نزين بها، جاتني بزاف كبيره وفضلت ما نديرهاش، ودرت الورده اللي اصغر منها هكذا. دائما بالنسبه للتزيين نحطه من قبل ونشوف كي ناكد انه هذا المكان اللي راح نحط فيه راح نبدا نلصق. ودائما ناخذ هكذا عود يكون شويه رقيق. انا خديت هذه الاعواد الخاصه بالشواء، ندير ثقب حتى يسهل انه التزيين يدخل لي بسهوله، لانه كان تبداي تضغطي عليه ممكن انه الكيكه خاصه انه فيها طبقه مقرمشه للداخل فيها الكريمات راح تخسر لك. دائما بعد ما نتأكد انه الوردة راح نحطها في مكان راح ندير ثقب هكذا بعود الشواء، ومن بعد نحط الوردة. كملت حطيت كل هاد اشكال التزيين. اذا كنتوا مهتمين وحبيتوا ندير لكم فيديو خاص على هاد طريقه تشكيل هذا الورود واشكال التزيين اللي كنت زينت بهم هذه الكيكه، خليوا لي في التعليقات وراح نحطه لكم في فيديو مستقل بحول الله. هنا خذيت كميه من النكري الذهبي، ضفت له كميه من الزيت، خلطته مليح، ومن بعد راح نلون به حواف الكيكه. انا هنا خذيت هكذا جوانب الكيكه، هنا لونتها كلها هكذا بهذاك النكري الذهبي هكذا. ومن بعد راح نبدا نلون كل الجهات ولا كل الاشكال اللي حبيت نلونهم باللون الذهبي. زدت لونت هنا 2023 باللون الذهبي هكذا حتى يبان لي الشكل احسن. هكذا لونت هنايا العام هكذا باللون الذهبي، ونزيد نلون كل الاجزاء اللي كنت حبيتهم نلونهم عفوا باللون الذهبي حتى نكمل الكيكه. وهذا الشكل النهائي لكيكتنا لنهار اليوم، اللي نتمنى
تكون عجبتكم. نتمنى نكون فدتكم فيها ولو بالقليل. وكما قلت لكم البنات، بالنسبة لهذا الورود كلها أنا كنت درتهم بعجينة الجامباس اللي كنا حضرناها مع بعض في فيديو سابق، وراح نخلي لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف. وإذا كنتم مهتمين وحبيتوا ندير لكم الطريقة المفصلة لطريقة تشكيل هذه الورود، خلوا لي في التعليقات وراح نشارك معكم الطريقة المفصلة. وصلنا لنهاية الفيديو اللي نتمنى يكون عجبكم. نتمنى تخلوا لي آراءكم في التعليقات حتى تشجعوني ونقدر ندير لكم فيديوهات أخرى إن شاء الله. إلى الفيديو المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.